هي بالم هيلز تستاهل الدوشة اللي معمولة دي كلها؟ تعالوا نشوف مع بعض. خلينا نختصر الفيديو في كام نقطة مهمة هنتكلم فيهم مش باستفاضة قوي علشان نقدر نلمهم في فيديو واحد. كمل الفيديو علشان في نقط مهمة جدا هقولها لك. لو انت مهتم الاستثمار الجيد، اعرف تشتري مع مين وما تشتري. بالم هيلز دي شركة تأسست سنة 1996 بمشاريع سكنية، سياحية، تجارية، إدارية. بالم هيلز مش مجرد شركة عقارية عادية، لا، هي شركة عندها خبرة طويلة. خبرتها دي اكتسبتها بسبب الإنشاءات والجودة والتشطيبات. الحقيقة إن كل اللي اشترى مع بالم هيلز، سواء ناس بتشتري عشان تسكن أو ناس بتشتري علشان تستثمر، الناس دي كلها ساتسفايد قوي، راضيه جدا جدا. علشان كده بالم هيلز مكتسبه الخبره دي كلها. الشركه دي بتعرف تختار كويس قوي اللوكيشن، المواقع اللي بتختار فيها مشاريعها او بتنشئ فيها مشاريعها، سواء تجمع، سواء زايد، سواء اكتوبر، سواء الساحل. هتلاقوها ان دايما اللوكيشن مميز. بس كده، هي كمان بتهتم قوي بخدمه ما بعد البيع. علشان كده دايما العميل اللي بيشتري مره في بالم هيلز، لو عنده القدره هو بيرجع يشتري في باقي مشاريعهم التانية، لان هو لقى خدمه جيده جدا قبل البيع وبعد البيع. ودي مهمه قوي، لان في شركات مطوره كتيره جدا بتهتم قوي ان هي تبيع لك اليونت، ماذا بعد ما بيفرقش معاها كتير. هي كمان بتقدم انظمه سداد مرنه، وده بيخلي ان حتى لو سعرهم عالي شويه، بس بأنظمة السداد اللي معاهم يعني بيكون الموضوع لطيف مش وحش. لما فكروا ينزلوا في الساحل السنة دي بمشروعهم الجديد هاسيندا حنيش، الحقيقة هم عملوا حركة لطيفة جدا عجباني أنا شخصيا. يعني هو أول حاجة هو اختار إن هو ينزل في سيدي حنيش. طيب هو عمل إيه بقى؟ هو لما نزل في سيدي حنيش هو جمع ما بين قربه الشديد من راس الحكمة، فهيستفيد من راس الحكمة والماركتنج الكبير اللي معمول عليه والخدمات اللي هتكون موجودة في راس الحكمة، زي المطار اللي بيتعمل هناك، زي الجامعات، زي المدينة الدائمة اللي بتتعمل في راس الحكمة. وفي نفس الوقت اختار بقى سيدي حنيش علشان المية بتاعته. احنا عارفين ان كل ما بنقرب من مطروح المية بتكون نقية أكتر. علشان كده المشروع بتاعهم الجديد في سيدي حنيش هو قالب الدنيا، وده مش أول مشروع ليهم في الساحل. هم عندهم أكتر من مشروع، عندهم هاسيندا ويست، هاسيندا وايت، عندهم مشاريع كتير طبعا غير مشروع العالمين. عندهم مشاريع كتير في الساحل ومتخصصين قوي في الساحل، وعارفين ازاي يعمل مشروع في الساحل ويديره، لان برضو ادارة مشاريع الساحل دي مش حاجة بسيطة، لان فيها صيانات كتيرة جدا ولازم تحافظ على المشروع وحاجات كتيرة قوي. علشان كده الاستثمار الجيد كون مع شركة بيج نيم زي شركة بالم هيلز. لو عايزين تفاصيل عن هاسيندا سيدي حنيش ابعتولي او كلموني وانا هكلمكم. شكرا لكم.